هيحصل إيه لو ما استحمتش لمدة سنة كاملة؟ في البداية تابعنا عشان يصلك كل جديد، ويلا نبدأ. في البداية بيكون طبيعي جدا، لأن العرق والزيوت الطبيعية على الجلد بيكونوا شغالين بشكل عادي. لكن مع الوقت البكتيريا الطبيعية على الجلد بتزيد شوية على سطح الجلد. بعد أسابيع ممكن تبدأ رائحة الجسم تبقى أوضح، ومع زيادة التراكم ممكن تظهر حكة أو تهيؤ بسيط في الجلد، خصوصا في المناطق اللي فيها احتكاك أو رطوبة. بعد حوالي 3 شهور بيكون في طبقة أكبر من الزيوت وخلايا الجلد الميتة، وده ممكن يؤدي لانسداد المسام وظهور حبوب أو التهابات جلدية بسيطة. ومع الوقت كمان ممكن فروة الراس تتأثر وتزيد القشرة أو يحصل تهيج. أما بعد 6 شهور فالتراكم بيكون أكبر بشكل واضح، وده بيخلي الجلد بيئة أنشط للبكتيريا والفطريات، فممكن تزيد الالتهابات والحكة وتبقى مستمرة. وبعد 9 شهور ممكن تلاحظ تهيج متكرر في الجلد والتهابات أكتر ورائحة جسم أقوى بسبب نشاط البكتيريا على العرق المتراكم. ومع الوصول لسنة من عدم الاستحمام بيكون في تراكم كبير جدا لخلايا الجلد الميتة والدهون على السطح، وده بيزود خطر العدوى الجلدية ويأثر على صحة الجلد. لكن المهم نفهم إن الجسم مش بيتسمم ولا بيبوظ من الداخل، لكن المشكلة كلها بتكون في الجلد كبيئة خارجية محتاجة تنظيف منتظم علشان تفضل صحية.